عليكم يا جماعة. السلام يا غبنا كتير. دولة، عامل ايه؟ كله الحمد تمام. لله، غبنا كتير عن الناس بعد ماتش كاس مصر في دور العالم ال 16 واحنا الواحد مفيش كرب خالص. كورة. اه والله، بس هو الحمد لله الواحد راجع ان شاء الله مع بداية موسم جديد خير ان شاء الله، بإذن الله. نبقى مستمرين في هذه البودكاستات. والله أنا شايف إن احنا نروح شوية للكرة العالمية يعني. نبدأ بيها عايز طبعا، هي التارجت عايز نشوف الأساسي. في الكرة العالمية شوية كده. مم. سوق السنة دي غير أي سنة، عندك حركة مدربين كتير كتير حصلت. كتير. كتير يعني. هو احنا هنا هنحاول ان احنا نتكلم على الكرة الأوروبية، وهنتكلم برضو يعني الكرة الأوروبية شاملة الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري ده الفرنسي، طبعا الخمسة، باريس بس الدورات الخمسة في الكبرى. الشامبيونز ليج. اه الدوري الإيطالي مش حاسس ان هو بقى يقدم زي زمان لا، حاجة تفرق عن مفيش الأول. حاجة أصلا ملفتة فيه بتحصل يعني. بالظبط كده، فيبقى التركيز يعني شاغل على انجليزي على واسباني. الدوري الانجليزي واسباني، ومعاهم بقى ماتشات الشامبيونز ليج. اوروبا بقى. بجانب طبعا تغطية اخبار النادي الاهلي. ده كده كده. تمام. الدوري المصري طبعا اللقاءات المهمة مش مم. هيبقى فيه كل اللقاءات طبعا. وبقى مع الكونفدرالية بقى ودوري ماتشات ابطال وكده. ماتشات افريقيا مم. والكونفدرالية والكلام ده كله. مع الكونفدرالية للاسف عشان احنا فيها، بس يعني الحمد لله برضه بنفكر ممكن نعمل فانتسي للبرنامج، ونعمل وهيبقى دوري ليه للبرنامج كمان. كود. اه اه يعني هيبقى ليه كود وكده والكلام دوت، ونتابع اللي بيحصل باذن الله ان اسبوع. شاء الله باذن الله، بس الناس بس يلا نبتدي. يعني لو عجبها اهم حاجة بس الفيديو اللايك يعني اي حد يعني الكلام ده والسبسكرايب بيفرق. للقناتين بتاعتي انا بالظبط وشريف. كده، يوم يعني فوتبال الكلام ده بيفرق جدا يا جماعة. يا الكلام ريت ده يعني بيفرق عشان جامد يعني. نستمر بس في الحاجات دي يعني. انا حابب ان انا ابدا بالمدربين، لان بصراحه المدربين يعني السنه دي في حركه مدربين حصلت. طبعا خروج بيب جوارديولا من السيتي ده مم. اكبر حاجه حصلت. طبعا. كارل عندك ريال مدريد بعد ما كارلو انشيلوتي مشي، دخلوا في متاهه بتاعت تشابي الونسو. وبعدها بلوه. اربلوا، وبعدين رجوع مورينيو تاني لريال مدريد. مم. مش عارف طريقة تفكيره. صفقات ريال مدريد لحد ما كويسة بس غريبة. هما مش ده اللي انا جايبين متعود. يعني يعتبر جايبين النواقص بتاعتهم يعني بالظبط يعني، بالمساهمة. اول مرة ريال مدريد اشوفه بيتعامل بالاسلوب دوت، خاصة ان انت جبت لاعبين حرفيا في منهم حد كبير السن. يعني مش متعودة في ريال مدريد ان هو ممكن يعملها صح. مع لاعب. دايما مم. كلنا عارفين ان ريال مدريد ما بيتجهش الاتجاه ده للعيب. بيدور على الشباب. فبالظبط كده، ولاعب هستفاد منه بعد كده. حتى انا لو بيعرف هديك ابيعه، ايوه مرتب صح. وجايبك ببلاش، هعرف ابيعك واطلع منك المرتب اللي انا كنت صح بديهولك على الاقل. صح. هو ده تفكير ريال مدريد. فهل مورينيو كان ليه اختيار كبير في الصفقات اللي حصلت؟ اتوقع. اتوقع مليون في تمام. المية. وعندك برضو تشيلسي، النادي اللي انت بتمثله. ايوه ايوه. عامل صفقات غريبة وجميلة لقينا بصراحة. كنز. لقينا يعني كنز. انا استغربت اصلا وولبك واندرسون بصراحة. دي ما يعني بلاش اتكلم فيها عشان عندي غصة منها الصفقتين دول مش بالذات، عارف. بالذات هندرسون دي عشان انا ما اختيار بحبوش. دي اختيارات شابي ولا اختيارات مين بالظبط؟ انا مش عارف لحد دلوقتي ولا ايه بالظبط. مع ان صفقة روجرز كويسة، بس امم برضو في عليها كلام. فبرضو هنشوف فكرة شابي الونسو مع تشيلسي، هل هنتكلم ممكن ينفع من باستفاضة. توقعاتك؟ نتكلم. كاريك للموسم التاني يعتبر مع اليونايتد، امم ولسه كسبان بطولة، مش عارف باين سناب دراجون حاجة زي كده. البطولات الودية دي. اه كسب اتلتيكو 2-1. امم بس انا شفت يعتبر جزء من الماتش اليونايتد بيلعب كورة، بس ما اعرفش في اللقاءات بقى لا الدوري الحقيقية ايه بقى اللي هيحصل. والتشامبيونز لسه قدامهم بالظبط. بطولات كتير السنة دي غير السنة اللي فاتت. بالظبط، امم فمش هقدر اقرر من دلوقتي. طبعا انا اللي ما يعرفش ان انا بشجع نادي اليونايتد بالظبط، هو انا تشيلسي يعني. وهو يونايتد. يعني احنا ظروفنا انا صعبة جدا. ماتشات كلاسيكية في الدوري. بالظبط كده. نيجي بعد كده بقى نبتدي من تشابي الونسو اللي انا عايز اتكلم عليه كتير. امم انت بقى كراجل مشجع لتشيلسي، تشابي الونسو، انا طبعا مع ان تشابي الونسو اتظلم في ريال مدريد، مليون والراجل في كان ممكن المية. يقدم حاجات كتير في ريال مدريد، بس غرفة اللبس واللعيبة النجوم. وحاجات كتير ما ساعدتش الراجل ده. امم الراجل ده عنده فكرة في الملعب. دي حقيقة. شفناه قبل كده في الدوري الألماني. امم عمل هوية الفرقة ولعب، وكان بيكسب بلس 95 و96 وأرقام غريبة كده، دي وراجل حقيقة. بيعرف يلعب وبيعرف يكسب.
طبعا. وده اللي عايزه تشيلسي. يعني تشيلسي بيبدأ كويس دايما في الدوري الانجليزي، بعدين في نص الموسم بتلاقيه تاه. يعني لو نفتكر الموسم اللي فات تشيلسي كان تالت الدوري تاني كمان، ده احنا كان فرق بس حاجات وتاني بسيطة. الدوري. مرة واحدة تشيلسي تاه، ما تعرفش بالمدرب دوبي اللي هم جابوه بعد ما ريسكا ما مشي. ده صعب تمام. قوي. الفرقة ضاعت. فأنا عايز أفهم بقى، أنت كراجل إيه طموحاتك مع ألونسو؟ وأنت شايف ألونسو ممكن يضيف إيه لتشيلسي، وممكن يودي تشيلسي فين الموسم دوت؟ انا كده كده اصلا الونسو انا متفائل بيه، عشان الونسو اصلا هو راجل بتاع مشاريع. يعني هو راجل بيمسك الفريق يعمل بيه مشروع زي ليفركوزن. ما انت ليفركوزن دي ما كانش بتنافس خالص في دوري المانيا، اخرها بس كانت ممكن تطلع من التوب فور عشان توصل لدوري ابطال، حاجات كده مش اكتر من كده. هي فرقه جميل. مشاريع، هو بس خدها بس عمل فرقه بيها، فرقه ابطال خد بيها بس دوري. هو راجل بيشتغل على المشاريع وبيعمل فرقة. هل محتاج. تشيلسي هي دي كإدارة الفكره بقى. هتسبورت الراجل دوت، هي دي ولا لو الفكره خسر بقى، ما احنا ماتشين بقى عكس بقى اللي هيحصل انا بتكلم فيه معاه ده. بالظبط كده؟ هيحصل معاه زي ما حصل مع ماريسكا، راجل راجع ماريسكا بطولة احنا عرفنا الموضوع. ببطولة ماشي، بس يعني فايز ببطولة تكاد توازي تشامبيونز ليج، ما كأس عالم هو لأول اصلا مرة ما كانش يتعمل. متخطط لها اللي انت تكسبها اصلا. اه ماشي، بس تسجل باسمك. يعني بالظبط حدث بالظبط، هو حدث انت عملت يعني. ماتش نهائي عالمي على باريس يعني انت. بالظبط كده. يعني انت مثلا الشامبيونز ليج ده مثلا ممكن تعتبره مثلا البطوله الاوروبيه، واللي بيكسب كاس العالم مش زي اللي بيكسب لا، البطوله وانت كمان كاس الاوروبيه. العالم للانديه دي انت اصلا فاهم كاس فلوسها اكتر من عالم كاس بقى العالم يعني. الكبار اصلا اللي هي بتاع بالظبط منتخبات. كده. فالراجل عامل معاك انجاز بمنتهى الغرابه. بعد ماتشين نتائج فيهم كانت غريبه، لقيت الراجل بره النادي، وبعدين عرفنا ان هو كان مخطط ان هو بالظبط. طموحه ان هو يمسك السيتي والكلام ده. خلي بالك، ما هو بس هو اداره بعد. تشيلسي فيها المشكله دي. ايوه فيها المشكله دي من زمان، تفرق على حسب المدرب اللي ماسك. المدرب ده لو شخصيه زي مورينيو كده مثلا، مورينيو حلو. انت بتشوف الثلاث فترات اللي جوهم قعد زي ما هو عايز، قال لهم انا بس ما ده حدش ده يتكلم ده ده معايا. ده ده, ده مورينيو ما هي بيمشي كلامه المشكله على اللي الريال مدريد، مش هيقدر يمشيه على تشيلسي. تشيلسي بقاله كام سنه ما بيدورش على بطولات، فانت سيبها بقى ماشيه بمشروع. طالما انت ما بتدورش على بطولات بقالك اكتر من 6 سنين، اهو من ساعه ما خدت ابطال مع توخ، انت خلاص كل سنه ما بتلعبش على بطوله، فانت خلاص المدرب اللي تجيبه سيبه مشروع. ما انت كده كده بتخسر، ما بتكسبش بطولات، وكده كده انت اصلا السنه دي ما بتلعبش على بطولات خالص، فسيبه بقى. سيب الراجل بقى يعمل اللي هو عايزه، اديله بقى طيب. مساحته زي ما هو عايز، واديله فرصته، ما تركزش على النتائج، عشان انت كده كده اصلا انت بتبتدي مشروع من اول وجديد. احنا بقالنا ده هو 4 سنين من ساعه ما توخيل مشي، ولا 6 سنين، غيرت فيهم جميل. بتاع 3 4 مدربين. ما هو ده مش طبيعي. سؤال امم كلامك ده، انت مش منتظر حاجة من تشيلسي الموسم ده؟ ده مش يعني منطقي. طريقة انا كلامك توب، انا وطريقة توب فور. انا اسلوبك، بالنسبه لي توب فور السنه دي طبعا، ده هو ده اهم حاجه بالنسبه لي. مع انك انت مش مشارك في اي بطولة تانية. ما انا مش فارق معايا. انا مش انا يعني انا 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 مش فارق. انا مش عايز اضغط، انا مش عايز اضغط يعني نفسي ان انا عايز العب على بطوله. من الفرق اللي هتريح. هلعب على محلي بس، مش هلعب على حاجه تاني. انا بالنسبه لي خدت توب فور، وممكن خطفت لي معاهم كاس من الكاسين اللي ما لهمش لازمه دول. انا كده ده مم. بالنسبه لي انا كده 100%. التارجت بتاعي 100% السنه دي. طيب، بما ان احنا في تشيلسي فخلينا نتخلص تشيلسي كلها. احنا اتكلمنا على المدرب اللي هو تشابي الونسو. تفتكر تشابي امم هيلعب بالاربعة 2 3 1 او 4 4 2، ولا هيلعب الخطة المعتادة اللي كان بينجح بيها دايما اللي هي التلاتة 5؟ بالصفقات بباليسترا او بين اللي هو يلعب الثلاثه دي انت ماشي من عندك كوكوريا، ما هي انت دي بقى فاهمني. المشكله. يعني هو اصلا انت ما كوكوريلا عوضتش. اصلا ما كانش هينفع غير في الخطه دي. انت جايبه من بالظبط. برايتون من 3 سنين، وهو بيلعب اصلا يعتبر وينج باك او جناح، مش باك طاير. بالظبط. هل طب بقى كوكوريلا مشي وتشابي قبل ما يتعاقدوا معاه ولا ايه؟ اصل مستحيل تشابي يبقى كوكوريلا موجود وهو عارف اللي هو هيخدم له هو الخطه بتاعته. هو ممكن طموح كوكوريلا هو اللي ما حدد اعرفش. انتقاله. لا، ما يعني هو هو مش طموح مع ولا اني على حاجه. ما افتكر متهيألي هو لعب في اللمسيه، ممكن. متهيألي على ما اظن. اسبان هتلاقيهم معظمهم كده يعني، يا لاماسيا يا كريبيت طيب، بالباو بقى والحاجات دي. هل انت شايف صفقات تشيلسي اللي حصلت، بما ان احنا يعني عارفين احنا فكر المدرب وطريقة لعبه والكلام ده امم كله، شايفها ان هي تخدم المنظومة؟ يعني انا الصفقة اللي انا سمعتها، انت مشيت من عندك سانتوس البرازيلي، سانتوس سانتوس. البرازيلي، امم وديته اليونايتد مع انه خط وسط، الله قمت يسهل جاي لك. جايب مكانه هندرسون ما بص، من الاتفاق صفقات باين على ما هندرسون. ما بص، على ما انا اظن. يعني في رايي انا صفقه هندرسون وويلباك دي مش هتبقى صفقات تفيدني في الملعب اكتر ما هتفيدني بره الملعب. انا ده في رايي. اصلا انت بقالك كام سنه ما عندكش اصلا كابتن. مش كابتن بمعنى واحد لابس الشاره وخلاص، ما هو جيمس كابتن وعليه راس، بس جيمس
يعتبر سنه قريب من معظم اللعيبه اللي موجوده. لكن لما يكون واحد زي مثلا هندرسون، مع ان انا ما بطقهوش، يعتبر برضه راجل كبير وكابتن منتخب من كباتن منتخب انجلترا، وكان كابتن ليفربول، يعرف يقود العيال الصغيره اللي موجوده في الفريق معظمه عيال صغيره، يعني ما يعدوش ال 26 سنه، فلازم كابتن. هو انا متاكد اللي تشابي الونسو عايز الناس دي تبقى معاه في اوضه اللبس، مش تبقى قريبه من اللعيبه، مش شايفهم ان هو فني خالص يعني. صفقة روجرز، امم حاسس ان هي هتمثل لك اضافة قوية، ولا ده لعيب مجرد ان هو كان بيلعب في استون فيلا زيه زي مثلا جاك جريليتش اللي كان امم منفجر جدا وراح مع السيتي عكس كل التوقعات، ما عملش حاجة ولعيب انجليزي. امم ويمكن كان ساعتها جريليتش كان احرف من روجرز بكتير يعني على ما ايوه. افتكر. انا بصراحه انا بقلق من الصفقات اللي بتيجي فلوس كتير، بس هو كفنيات في روجرز وكلاعب كوره، هو حلو، هيفيدني وهيضيف لي كتير. هو الراجل الموسم اللي فات يعني عامل موسم اسطوري، بس انا ما اعرفش بقى هل بقى هو بقى يوظفه ايه. ما هو بتعتبر روجرز نفس فكره بالمر، الاثنين نفس بالظبط الفكره كده، يعني، الاثنين انت بالظبط. جايب لعيب شبه بالمر بالظبط، بس يمكن بس روجر اسرع روجرز شويه. بيميل، لا وروجرز ساعات بتلاقيه جاي من ناحية الشمال اكتر من بالمر. يعني ايوه. بالمر بيجي من ناحية اليمين من ناحية الوينج رايت اكتر، امم وروجرز بيجي من ناحية الشمال اكتر عشان امم يحط الار 2 بتاعته او الباص بتاعه، انت فاهم قصدي. فماشي ممكن الاتنين يلعبوا في الملعب ده يمين وده شمال. انت على فكره انت ما اتكلمتش على صفقه مهمه جدا برضو، بقالنا فتره ممكن ما بنعملش صفقه في المنطقه دي، لكروا. لا صح صح تنسيه دي والله. صفقه مهمه جدا، ما حدش اه مركز صح معاها صح صح، خالص. انتوا جبتوا لكروا في الدفاع، صح دي صح صفقه صح صح. مهمه جدا عشان انت حلو حلو بتعاني حلو، من كان سنين. مؤدي حلو، انا كنت اه، فعلا عمل ناسي موسم حلو مع الصفقة دي كريستال يعني. بالاس، عامه انا مش انا وحش يعني، ما الراجل انا كان شغال يعني. ناسي الصفقة دي خالص اصلا. فهو يعني انت فاهم عشان ما اتعملش عليها انا ضجة شايف اللي وكلام كتير صفقه فيها. لكروا دي مع الشله لو موجوده بقى، كولو والشله الحلوه دي، ممكن يظبط الدنيا شويه، على الاقل هو عنده خبره اكتر منه. كروي تقييمك لعب لمركز منتخب. حراسة المرمى مثلا؟ لا، ما كانش حارس المرمى، ما ده خارج التقييم، ده ما ينفعش اقيمه اصلا يعني. واحد في سانشيز وريفنوبروتشي ده ولا اسمه ايه، هو بعد تشيك في تقييم لحراسه المرمى؟ يا عم صلي على النبي، ده احنا والله مش فارقه، اصل حراسه طب المرمى هو انتوا اتنين زي انتوا عبيد. لحد دلوقتي ما ترجتوش حارس المشكله ليه؟ اصلا، لا ما هو انت المشكله كل سنه بيبقى في مفاوضات مع مانيان، يبدا الموسم ما فيش مانيان، كل سنه كده. طيب تقييمك لخط الدفاع بعد قدوم الكروات؟ انا لا شايف اللي ممكن يبقى فيه تحسن، على الاقل كرة عنده خبره شويه، هيعرف يسد معاهم بصراحه، خبره اكتر في الدوري الانجليزي، سيبك من كده كده ما بنلعبش اوروبا، فمع الونسو هيبقى احسن. خط الوسط بوجود انزو. انا انزو بصراحه كده كده قالب عليه في حاجه شخصيه تانية بره تشيلسي، بس انزو انا كان نفسي يمشي بصراحه يعني. انا كنت تسيب كوكوريلا وتمشي انزو بعد كاس العالم ده مش هيبقى مركز خالص. بس انا بتفائل بكايسيدو، انا بحب كايسيدو، راجل مجتهد وراجل شاري كايسيدو نص جامد، الملعب بس اصلا. لما بيتصاب ويحصل بتلوز. مشكلة بيتوه. ما انت بقى يعني انت يعني بيتوه تشيلسي برضه اقصد نرجع يعني نتكلم برضه في فاهم. الصفقتين بتاع هندرسون وويلبك. انت بدل ما كنت مم. تجيب هندرسون وويلبك، يا عم جيب ويلبك وهات جنبه شاكا، على شاكا لعب معاك، شاكا اي نعم كبير برضه بتاع، بس لعب معاك وهيعرف للأسف يبقى للأسف فيه. للأسف شاكا راح حتة تانية. ما انا عارف، ما انا بقول لك كنت تجيب شاكا، على الاقل شاكا هيلعب. أنا بصراحة كان يعني لو أنا بفكر تفكير كان يعني مناسب ليك أكتر أو مناسب ليا، لاعب أتمناه يكون في نص الملعب يقدر يشيل نص الملعب. امم ظهر مع منتخب انجلترا كويس، اندرسون رقم 8 اللي كان مع انجلترا اللي هو راح السيتي بصراحة. اه لعيب جامد. والله بص، هو اي حد احسن من اندرسون اللي جه بصراحه، بس احنا قلنا زي ما قلت اندرسون جاي عشان اللي احنا اتكلمنا فيه، عشان اوضه اللبس مش اكتر. طيب خط الهجوم بقى المفروض ده الخط الأقوى عندك حاليا. لا انا متفائل بخط الهجوم بصراحه، عشان جو بيدرو عنده كتير، والله جو بيدرو عنده كتير وانا متضايق قوي اصلا انشوتي ما خدوش، عشان ده موضوع غريب جدا بالنسبه لي لو هو ما راحش كاس عالم بقى. انا متفائل ممكن مع ما بالمر كانش جاهز مثلا. وروجرز. لا كان جاهز، ازاي ما كانش جاهز، ازاي ما كانش جاهز. ممكن من وجهة نظر انشيلوتي لا مثلا، هو مع انشيلوتي ما خدوش ان عشان نيمار، مش عشان حاجه تانية خالص. ممكن مع ان نيمار ما اداش حاجة ما يعني هو نيمار خالص. اصلا، ما هو نيمار هو مش واخده عشان يأدي ولا يعمل اي حاجه، هو نيمار واخده عشان خلاص اخر كاس عالم ليه، فعايز كده عشان الجمهور، عشان هو الجمهور كان بالظبط. بيهاجم انشيلوتي من ساعه ما اتعاقدوا معاه اصلا، فهو عايز يرضيهم باي حاجه يعني، راجل لما حلو جينا يعني. ذكرنا العناصر عندك، انا حاسس ان انت يعني مستوى تشيلسي ممكن يبقى احسن من المواسم اللي فاتت كلها. يعني اتمنى، انا مم، بقول لك زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي التوب فور انا كده مرضي. لو حاجه تانية اعلى من كده دي طبعا دي حاجه تبسطني جدا. مفاجأة بالنسبة لك. بالظبط. انا فاهم. نيجي بقى نيجي لمانشستر
سيتي. مم. ماريسكا المفروض ان هو راجل جاي يمسك مانشستر سيتي، اللي هو بيب جوارديولا عمل من مانشستر سيتي فريق مم. قوي جدا، يعادل الفرق الكبيرة في السنين اللي فاتت الأخيرة. مم. يعني طبعا الناس اللي متابعة دوري إنجليزي عارفة إن مانشستر سيتي قبل قدوم جوارديولا ولا شيء، مع فاهم انهم كان قصدي؟ فرقه فرقة حلوه كانت برضه، دايما حلوة، بس يعني دايما مفيش مدرب في استمراريه، التوهان، يعني أنت فاهم ما قصدي؟ عندهمش استمراريه. وقبل مشروع الإمارات لا طبعا ما توقعش إن كان في سيتي، ده يعني كان كان بيهبطوا اصلا. فرقة عادية يعني. يعتبر ايفرتون كانت أقوى منها في المنافسة، هي كده فاهم بقول لك قصدي؟ كانوا بيهبطوا اصلا، في موسم كانوا بيهبطوا اساسا. انت شايف ماريسكا دلوقتي عليه ضغوط ان هو جاي مكان طبعا واحد من اعظم المدربين على طبعا مستوى تاريخ الكوره، طبعا عليه ضغوط مش جدا. على، يعني انت فاهم قصدي؟ ماريسكا قد الضغوطات دي ولا ممكن يحصل مفاجآت مع السيتي ونشوف موسم كارثي اكتر من الموسم اللي فات؟ عادي جدا يحصل الموسم كارثي، عشان ماريسكا مش عارف يتعامل مع النجوم الفريق، عشان ماريسكا تمام. ما مسكش اصلا فرقه فيها نجوم كبيره. تشيلسي كان اكبر حاجه ليه، كان اكبر نجم كان بالمر، يعني يعتبر ما مسكش نجوم، وهو لاص في الاخر ودماغه اتشتتت في حاجه تانية. هو انا مش متفائل بماريسكا خالص، هو اي نعم هيقدم كرة مش وحشه، بس ممكن يبقى موسم طيب انت كارثي. انت 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 شايف السيتي ممكن تبقى فين؟ توب فور ولا ممكن نشوف مركز؟ ممكن عادي تبقى في توب فور، على حق اللعيبه اللي معاه دي تبقى التوب فور، بس اللي انا متوقعه لا، ممكن ما تبقاش توب فور خالص. ماريسكا بيلعب كرة شبه بيب، بس مش من انا نفس عقلية عارف. بيب. بيب بيبقى عارف اللعيب بيجبره ان هو يلعب بطريقة بيب. بالظبط. هل ماريسكا هيقدر يقنع اللعيب ان انت تلعب بطريقتي؟ وهل هيقنع يعني النجوم مثلا اللي انت لو انا عايزك تقعد على الدكه هتقعد؟ واحد زي دوكو، احنا امم. كلنا عارفين دوكو لو مش معاه مدرب جامد جدا، دوكو من اكتر الناس اللي بتمسك كرة في رجلها. اه دوكو بان اهو في بلجيكا ما فيش خالص. بالظبط كده. فهل انت تقنع دوكو ان هو يخش ويباصي السهل على طول، ولا عادي ما هو ده بقى، هتسكت؟ هي دي بقى الفكره بقى، هل هو سيمينيو هيعرف على الناحية يسيطر؟ التانية نفس النظام. هالاند. انت يعني احنا لو جينا نقول اسماء، احنا اقوى اسماء تشكيلة على مستوى الدوري الانجليزي رغم ان هي خسرت الدوري هي السيتي. طبعا. اقوى منظومة دفاع هي ارسنال على مستوى اللاعبين، ده كده يعني كده انت فاهم مع قصدي؟ طريقه اللعب، يعني انت بس انا شايف. بتكلم كخطوط تانية باقية، هتلاقي السيتي احسن من ارسنال بالذات. عامه سيتي في كل الخط مركز. الهجومي، الخط الهجومي كمان عندها قوي جدا، لا يعني انت عندها كمان حلول. السيتي لو بصيت في كل مركز هتلاقي كل أو مركز لا في بالظبط. اسامي حلوه، يعني بدايه من بالظبط حارس المرمى بالظبط. لحد قدام يعني. انا من وجهة نظري انا شايف ماريسكا هيضيع نقاط ده كده كده، وهيضيع مع نقط مع السيتي. الصغيرين بالذات، بالظبط. عشان ده اللي كان بيحصل مع تشيلسي، كان بيبقى انا قدام دي بيعمل ماتشات قويه قدام الفرق الكبيره، ويجي قدام الفرق الصغيره يخسر بالثلاثه والاربعه ما اعرفش يعني. بس هي برضو توقعاتي. هتتوقف برضو في النجوم، انت هتعرف تسيطر عليها، هتعرف النجم ده انت شايفه الوحش الماتش ده تقعده الماتش اللي جاي دكه، دي اللي هتفرق. هو جوارديولا كان بيقعد هالاند عادي ده يعني. بيقعد اي احنا حد، شوف، ده لو واحد جاب هاتريك الماتش اللي قبليه بيقعدوا دكه الماتش التاني. محرز اقرب مثال، ده محرز كان اورايلي بينفجر. اورايلي اورايلي اصلا كان خط وسط لعبه ظهير ده يعني. وأدى يعني. اه هو يعني أدى انت برضه فاهم، يعني. هو اصلا خط وسط يعني. اه. طيب تدعيمات السيتي انت شايفها ازاي؟ مشوا برناردو، جابوا مكانه اندرسون في خط النص. اندرسون بصراحة صفقة، آه بصراحة الواد ده حلو، الواد عمل كاس عالم محترم جدا الصراحة، كان من احسن لعيبة نص ملعب في كاس العالم بصراحة. والبقاء على جفارديول. عادي، ما هو ما يعني ما فيش صفقات ملوش قوية صفقات قوي قوية، غير بس صفقة هو اندرسون. اندرسون بصراحة انا مش شايفها صفقة بصراحة، هي هو ورودري هيشتغلوا شغل يعني. الواد اندرسون هو بوتنشال رودري جدا. احتمال بنسبة كبيرة ماشي، يعني رودري ما بنسبة هم قالوا كبيرة الريال، ماشي. بس الريال قدم عرض، ما مش عمر ما السيتي هتوافق هو عليه. هو مش الريال بس، هو باريس داخل فيه صفقة مقايضة بعد انتقال صفقة ديوميندي للريال يعني. بس انا مع ان انا مش عامه عارف هو عايزه يعمل لو بيه رودري ايه. مشي كده رسميا كده السيتي مفيش توب فور وجهة نظري. اتفق معاك، هو اصلا لعيب مؤثر في اسبانيا جدا، يعني، جدا جدا في منتخب يعني. اسبانيا في ظل لعيب يعني، العمالقة اللي موجودة. انا شفتش لعيب نص ملعب مؤثر كده من سنين يعني. طيب نيجي لارسنال، الفرقة اللي المفروض ان هي عندها حظوظ ان هي تاخد الدوري المرة التانية على التوالي. تفتكر مم. ارتيتا مم. هو يعتبر اجهز المدربين؟ مدرب ما اتغيرش، مم. لعيبته حافظها كويس، عارف مم. كل الاوراق اللي معاه،
جاله تدعيمات، خاصة ان هم بيتكلموا ان هم عايزين يخشوا في صفقة فينيسيوس. انت شايف الوضع ده ازاي؟ وارسنال كده كده بطل دوري وخاصة نهائي شامبيونز، فهيبقى اكيد عايز يخش بتقله في الصفقات ويصرف. هو ارسنال ما اعتبرش كان بيصرف السنين اللي فاتت غير حاجات بسيطة يعني. غير برضو ان هو عمل تدعيمات في خط النص برضو عنده، يعني هو عمل تدعيمات في خط كان النص لازم يعمل تدعيمات في خط النص عشان رايس كان يعني. مشيله الليله لوحده هو الموسمين اللي فاتوا ما دول. عنده رايس وزوباميندي وجاب عليهم. ما هو ماشي، ما اسمه ايه قول ده؟ زوباميندي ماشي. ما زوباميندي الموسم اللي فات مش معظم الموسم كان بيلعب فيه. رئيس هو اللي شايل الدنيا الموسم اللي فات، وكان سبب من الاسباب اللي هم ياخدوا الدوري يعني. فهو كان لازم يخش بطوله عشان انت يعتبر حامل لقب وواصل فاينل تشامبيونز، فانت عايز تعلي على نفسك الموسم الجاي. مركز المهاجم. ما دي بقى المشكله. ما انت برضو انت دلوقتي بنتكلم بتقول بيفكروا في فينيسيوس. طب انت بتفكر في فينيسيوس، ما انت ما حلتش برضو ازمتك في الهجوم. مشيت معاك السنه اللي فاتت عشان كل الكور الثابته انت بتلعبها كويس، وكانت 90% من قوتك السنه اللي فاتت. بس انت برضو ما عندكش مهاجم. حتى انت جبت جوكيرس ودافع فيه فلوس قد كده وما ما عملكش حاجه. ما فادكش بحاجه اصلا. انت قول لي جوكيرس مساهماته ايه السنه اللي فاتت اصلا؟ تتعدى على الصوابع يعني. ما فيش حد كده خالص. اتوقع 7 مساهمات، اتوقع طيب يا عم، هو ده مش تعديش ارقام ال7 مساهمات. مهاجم يجيب دوري ولا يجيب بطوله للفريق. فانت لازم تدعم في الهجوم يعني. اتمنى انت ما تدعمش يعني وتولع وما تكسبش اي بطوله. بس بالظبط. ادعم يعني لازم تدعم. السلام عليكم. المعلمه وصل المعلمه. مفاجأة تاريخية يا كابتن صابر اقسم والله. ده بالله. انت جاي ممثل السيتي. انا بقول لك ده استحالة يكون تشيلساوي، اسمع مني ان لا يا هو عم، ده تشيلساوي اصلا. تساوي ده من كبار المشجعين تشيلسي، ده عضو في لا طب الرابطه لا بتاعت مصر هنا. كابتن صابر، بما انك مشجع تشيلسي، احنا كنا بنسأل دولت توقعاتك لتشيلسي ايه الموسم الجديد؟ انا توقعاتي يعني بالنهايه خالص ان هو احنا ممكن نقفل على ثالث رابع بالكتير قوي يعني. انا مش معلي التوقعات خالص، بس هي كل الفرق اللي حوالينا كلها بتبني يعني. ليفربول والسيتي ويونايتد مفيش حد مستقر غير ارسنال. وارسنال الحمد لله يعني ماشيين في الطريق الصح يعني. ماشيين في في الحمد الطريق اللي لله. انت عايزه. اه مش في اه الطريق اه الصح. يعني طريق والله الهلاك. بجد يعني هم هم على ما رايحين اعتقد، واللي انا فاكره ان هم ما جابوش مهاجم. ما اعرفش يعني، انا لو فاكر صح. انا عايز اقول حاجه مهمه هنا. انت لو جيت اخر 10 سنين ودورت على مين الهدافين بتوع الفرق، هتلاقي ان الهدافين في الاغلب بيكونوا وينجات، بيكونوا صح. لعيبه 10، بيكونوا 9. فهو فكره المهاجم اللي زي هالاند شحت من السوق خالص يعني. محدش بيه مهتم بيه. كان تشيلسي السنه اللي فاتت الهداف بتاعه جواو بيدرو 20 هدف، امم جاب 20 جول. تلاقي السنه اللي قبلها بالمر، السنه اللي قبلها طبعا الله يكون في عون هافيرتز والناس دي. امم برضه ارسنال هتلاقي نفس الموضوع بيعتمد على ساكا. انا متفق معاك في اللي انت بتقوله. السؤال الاهم، هل طريقة ارسنال اتحفظت؟ المفروض. والله اصلا يعني انا مش شايف ان هو في طريقه اصلا يعني. هو احنا هي والله طريقة يا رجاله. الكور الثابتة يعني. هي طريقة أرسنال الكور الثابتة يعني، زي ما احنا شفنا الموسم اللي فات يعني. حتى كان أسبل ماتش على تاريخ الكورة كان ماتش أتلتيكو مدريد وأرسنال. اه، أنت فاهم، كلنا فاكرين الماتش ده يعني. ده حاجة في ناس نامت في الماتش لا لا أصلا. لا لا، حاجة صعبة قوي يعني. يعني أنت فاهم قصدي. هل أرسنال أنت هتخش الموسم الجاي في ظل ان الفرق التانية كلها بتبني، هتخش تلعب نفس الكرة اللي هي الكور الثابتة، واعمل لو بيلد اب وهبني الكرة من تحت خالص وبراحتي خالص، ولو انت عايزني تعالى لي والكلام ده كله؟ مش فاهم. هي ارسنال يعني جربت الكره الحلوه وجربت المتعه وجربت وطلع يعني ايه المتعه مش حاجه حلوه في الاخر، ما بتجيبش بطولات. او هي جربت يعني، في ناس تانية جربت ونفع معاهم. جوارديولا نفع معاه، المتعه بتجيب بطولات. بس هي اصلا ما نفعش معاه. هي جربت السنه اللي فاتت والله احنا هنجيب جون والجون ده بيجيب 3 نقط، خلاص مم. هو جون مش صح صح هنكتر والله. عن أيوة. كده. بس عايز اقول لك حاجة، احنا لو جينا حسبنا حسبتنا، لو السيتي أو. في الوضع الطبيعي والليفربول في الوضع الطبيعي، كان ارسنال هيبقى في الوضع الطبيعي بتاعه، كان هياخد تالت. لا مش بس تاني، كان ارسنال ممكن ياخد تالت تالت، عادي، انا بقول لك كان هياخد مرتاح تالت. اصلا. انا بقول لك لو ليفر في اه الوضع الطبيعي والسيتي في الوضع بقول الطبيعي لك ايه، على خلي الكام بالك سنة اصلا انت الاخر. لو فكرت فيها السيتي اخر ماتشين لو ما كانش ضايع فيهم أدل نقط كان زمان أدل هو اللي بطل الدوري. ادلل لك ان الدوري ده ضايع. اه مانشستر اه يونايتد في 5 ماتشات لو ما كانش ضايع منهم نقط، منهم ماتش اه فولهام بتاع الكرة بتاعت برونو والكلام ده، كان صح ممكن والله. ياخد الدوري. كان ممكن ياخد صح. الدوري. طب متخيل؟ صح. متخيل يونايتد ياخد الدوري باخو ريم يعني. اخو ريم اللي هو اصلا ضيع نص الموسم، كنا ممكن ايوه ناخد الدوري. هو ليفربول السنه اللي قبل اللي فاتت وارسنال السنه اللي فاتت ده يعني، دي كانت مهازل يعني. ما بالظبط كانش مش بالظبط. الدوري انا اللي هو يعني
لا ما انت مفيش لا منافسه لا لا، اصلا، انت مفيش لو منافسه. تفتكر على كذا موسم السيتي بيحسب الدوري فرق نقطة عن ليفربول، وليفربول حسم قبل كده برضو الدوري فرق نقطة عن السيتي يعني ده ما ايام بقى جوارديولا وكلوب. وكلوب. مم. ف... فالدوري كان صعب. هو انا كنت ارسنال ده لعبه ما ياكلش عيش. يعني السنه خالص. الجايه حلو. مش ما ياكلش عيش. مش في هتمشي حاجه تاني مهمه يعني. جدا برضو ياخدوا بالهم منها المفروض ناس ارسنال دول، ان حوار الركنيات اللي بتيجي اهداف بالعافيه دي، اللي هم 5 بيمسكوا الحارس بالظبط. ومش على فكرة الناس حفظت تعمل ده مش قدامها هيعدي. ايه. احنا شفنا لا اصلا في حلول حصلت، يعني يعني في حلول حصلت قدامهم وقدام اتلتيكو، حلول كتير حصلت وكانت هتلبس ارسنال جوان. ايوه يعني الناس شافت طريقة الحل. يعني انا ممكن اقعد دلوقتي مع نفسي وافكر واضيف عليه كمان واقدر اعمل الكلام ده. انت فاهم قصدي؟ انا متفق معاك. انا هل ارتيتا ممكن يفاجئ بطريقة لعب جديدة؟ هنشوف الموسم الجاي هو اللي هيحدد الكلام دوت بدون انا بس قطع عايز اقول كلامك. حاجه واحده على، هي قول حاجه قول قول واحده قول. اخيره عن ارسنال، ان هي ارسنال كانت يعني قاعدين في خانه كده ان احنا مش عارفين ناخد بطولات. يمكن الحاجه جميل الوحيده اللي ماشي تديهم انا. دفعه ان احنا خدنا بطوله، فاحنا مش هنلعب بقى مضغوطين ان احنا اللي بنلعب ما ايوه ناخدش صح، بطولات. لا صح معاك طب جدا في الكلام ده. نيجي لتوتنهام، امم النادي اللي كان بين حد الهبوط. اه يعني النادي فعلا كان خلاص، احنا للاسف. كلنا قلنا توتنهام فاضل له رصاصة الرحمة وهينزل خلاص تحت. للاسف الرصاصه اه جلت. الرصاصه جلت صح. للاسف. جلت تمام. الرصاصه. طبعا احنا يعني كلنا عايزين توتنهام ينزل. سبحان الله بس محبوب ما قوي، حصلش فريق خير. محبوب في الدوري. مع صفقة تونالي الغريبة، رجل راجل القمار رجل الأول. القمار المقامر. الأول انت شايف توتنهام ممكن يضيف السنة دي حاجة في الدوري، ولا هيخش برضو ضمن الليلة بتاعت السنة اللي عامة فاتت هو هيكمل زي ما يعني لو كان؟ توتنهام معاه لعيبة حلوة عامة، يعني مش وهم، يعني انا مش عارف ان فرقة هو معاه لعيبة سيئة. حلوة. معاه لعيبة حلوة بس مفيش مدربين خالص، وحتى المدربين اللي اسمه غريب اللي جابوه السنة اللي فاتت ده كان ماشي كويس برضه في أول الموسم. توتنهام ده فريق هو محدش مهتم بيه، وهو بالظبط. بيكسب بيخسر محدش مهتم بيه. دي حقيقة. لعيبته نفسهم وصل لهم الفكره دي. أيوه. اللعيبه نفسها وصل لها فكره اللي هو بابا رجعين المشكله يا رجاله، لا انا سابع لا انا اه تامن، لا مشكله عادي يعني. نيجي ليفربول، ومدرب ليفربول اللي كان مع بورنموث وعمل معاهم مركز سادس، هل تتوقع فكرة المدرب اللي بيلعب مع فرقة منتصف جدول هيقدر يحقق طموح الليفر وياخد الدوري اللي الجماهير عايزاه عشان تتخطى اليونايتد وتبقى هي اكتر فرقة واخدة دوري واكتر فرقة معاها شامبيونز ليج واحنا كبار انجلترا والكلام دوت؟ ولا الراجل هيعمل زي العادة بتاعت المدربين اللي هم بيبقوا ماسكين فرق منتصف جدول او فرق مش منتظر منها حاجة ومطالب منك البقاء بس، فانت بتعتمد ان انت بتلعب تحولات، فانت بتبني فكرك الهجومي على التحولات، غير لما انت تبني فكرك الهجومي ان انت هتبدأ وتحط الفرقة في المنطقة عندها وتبدأ تلعب عليها كورة وهكسب يعني هكسب. وانا ما اعرفش المدرب ده عنده الشخصية دي ولا لا. فهل تفتكر التجربة دي هتنجح والناس راهنت عليه ومشت سلوت؟ طبعا ده فرح جماهير ليفربول فرحة طبعا. هستيرية يعني. طبعا. برغم ان الاداره طلعت وقالت لك احنا مجددين الثقه في سلوت، وسلوت مكمل معانا عشان ما ومدرب لقوا ان الجمهور عبقري هاج وي وي عليهم. الكلام ده كله. بالظبط كده. فهل تفتكر المدرب ده هينجح، ولا ليفربول كده دخلت دوامه، خاصه بعد تاكد رحيل محمد صلاح اللي يعتبر هو طب اللي هو كان مشي شايل خلاص. الفريق، خلاص صراحة. وكبر سن فان دايك وانتقال المدافع كوناتي كانتي. لريال مدريد واليسون بالاداء الكارثي، خط الهجوم بتاع كييزا بيفكر يروح الدوري التركي، الكسندر ايزاك اللي من ساعه ما جه عندك بس وهو انت تايه شاب حلو. كويس، نجومه ده عامة هيفرق معاهم جدا لو الواد ده لاعب اساسي وخد. جميل جميل هيفرق معاهم جميل. لا كويس، ماشي. الواد حلو قوي النجومه ده. هيلعب على جاكبو مفيش مشكله. لا ما هي التيتي جاكبو بقى، ما انت كده جاكبو يعني مثلا اصل نجومه انت وجاكبو مش التيتي هو ده. وايزاك، ما بس يعني انت ناسين ايزاك اللي ماشي عشان احنا ايزاك. مش عارف مش بنشوفه من كتر ما هو بيقعد في المستشفى يعني. طب وصلاح مين هيلعب مكانه؟ دي يعني الفكره. انتوا شايفين تصور ليفربول ممكن يروح فين وعلى حسب بقى ريولا ده بقى الموسم يلعب الجاي؟ ايه، ما ممكن ريولا ده ما يبقاش هيلعب على اطراف زي ما كان مثلا سلوت ده بيعمل، وخد طبعا مكمل على شغل كلوب، ممكن يكون مش حلو. هيبقى محتاج كده. طب لا ما ما تمام. ده جاي يكمل على شغل لا سلوت. مستحيل ده يكون جاي يكمل على شغل سلوت خلاص. هو فين شغل سلوت اصلا؟ هو ما اشتغلش ده اساسا. المفروض يجي يشيل شغل سلوت. سلوت ما يجي اشتغلش اصلا. ده هو لا الشقه متشطبه، قال لك خلاص هخش افرشها بقى. ما ده اللي انا قلته، قلت يا جماعه لما توج ليفربول بالدوري اللي هو الدوري اللي خده سلوت الدوري اللي والجماهير ما فضلت اعرفش ازاي ده. تهتف في قلب ارن سلوت الانفيلد.
ارني سلوت. جماهير لا انت جماهير فاهم قصدي. فقلت لهم يا جماعه ده شغل يورجن كلوب اصلا، الراجل ده ما ينفعش يتحكم عليه الموسم ده، يتحكم عليه الموسم الجاي. ما هو وقد كان الراجل ومحدش عارض طلعهم. اصلا، يعني محدش شاف طلع فيه اللي هو الر- ممكن يعمل كارثه. كلهم قال لك ده الراجل المدرب الراجل واحنا. بالظبط الراجل طلعهم من كل حاجه، ده مم. لدرجه ان هو خسر من يونايتد رايح جاي. دي كبيره في الفتره اللي فاتت، دي كبيره انت يعني. جدا. متخيل يعني انت خسران من اليونايتد رايح جاي، يعني انت اه فاهم، انت بترجع اليونايتد عليك. مش عارف انا بصراحه فانتوا ما اعرفش الرياضه فانت كابتن انا صابر مثلا، انت شايف الراجل ده ممكن يعمل ايه، او ليفربول ممكن يروح فين في التوهه اللي هي هو فيها؟ الفترة اللي فاتت دي يعني برضو موضوع ان انت تجيب مدرب من الدوري، مدرب اصلا كان في فريق مش متطلب زي بورنموث، بيدخل اي ماتش ضد فريق كبير، هو الفريق المستضعف هو اللي بقى ايه يعني، لما عنده حافز يعني مم. لما يروح يدرب فريق زي ليفربول. ده احنا شفنا تجارب زي كده فشلت كلها. شفنا ماريسكا من اول مثال. ماريسكا ده مش مثال، ده ماريسكا ده احنا جايبينه من الزبالة، جايبينه من الشامبيون شيب يعني. ده مش مثال. انا اللقاء اللي انا مستنيه بصراحه لقاء السيتي وتشيلسي. انا مستني اللقاء ده بجد، انا عايز اتفرج عليه. بدري هيجي بدري. برضه انتوا مش متوقعين الليفر يقدم حاجه الموسم دوت، ده ولا على لا مستوى الشامبيونز ليج ولا على مستوى الدوري؟ عادي يعني، ما مش هي. العناصر وحشه بصراحه، العناصر ناقصه كتير جدا. ده خط الدفاع ما والمدرب فيش. يعني ما تعتمدش على مدرب انت جايبه من فرقه وسط جدول. لا انت كليفربول جايب اراولا، ولا كسيتي جايب ماريسكا يعني. مم. جايبه من تشيلسي اصلا في النهايه يعني، مش جايبه من بالظبط. فريق كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت. وهو كان مريح اصلا قبل ما يروح لما يجي من تشيلسي كان مريح حبه، يعني ما كانش بيدرب كان رايح فريق. 6 شهور. اه يعني ممكن طيب. نجيب امثله زي كده، اللي هو مثلا واحد زي اوناي امري لما راح درب ارسنال. امم اه واحد زي طبعا ديفيد مويس لما راح درب مانشستر. صح. انا اصلا بتفرج عليها الفرق دي اللي هي الفرق بتاعت من المركز الخامس لحد المركز 18. الفرق دي بتبقى اخو عندها اخو الحافز اللي هو ريم انا هكسبها. لا اخو ريم لا لما جه جرب يونايتد، اموريم فكرني والله العظيم يا جماعه، فاكرين سواريش اللي جه يدرب الاهلي وقال لك انا جاي اه اطور الكره المصريه طبعا واعلم دي مصر يلعبوا كوره. انا ايام شفت منيله ب 60 نيله. شفت اموريم ما بنفس الحته دي يا بالظبط. راجل ده حاجه كان صعبه. يقعد ما كان يقعد على ما الخط الراجل ومفيش كوره بالجنيه. ما هو الراجل طيب. ما قالش انهي كوره بالظبط، كره قدم فيروس ولا ما ما حددش نوع فهمناش الكوره. هو عايز إيه. صح. نيجي بقى للحته الاكبر بقى، اليونايتد. كارك. هل اليونايتد الموسم ده يقدر يقدم حاجه مع كاريك، رغم ان احنا دخلنا في الدوامه المعتاده من مانشستر يونايتد، ان يجي توماس مدرب في نص سولشاير. الموسم يعمل اداء كويس فنجدد فيه الثقه ونقول ده المشروع ونعمل 3 سنين وخد يا عم وتعالى وانت المدرب التوب، انت المدرب الكويس، وفي نص الموسم بنيجي نلاقي المدرب ده اقال، ونروح نجيب مدرب تاني ونقول هو ده المشروع وانت يا عم خد ومعاك فلوس، رغم ان كاريك ما جالوش نفس الصفقات اللي جات لكل المدربين اللي فاتوه. يعني ده انا حقيقي. شايف كاريك ما جالوش حاجه يا جماعه يعني. حتى صفقه تيليمانز اللي الناس فرحانه بيها انا مش فرحان بيها، انا كمشجع لليونايتد انا شايفها صفقه عاديه. يا راجل جاي لك في عمر ال 29 سنه، انت جايبه تخوفا ان برونو يقول لك في اي وقت السلام عليكم مع السلامه، فانت جايبه حاطه في الحته دي. ما اعرفش الملعب هيشيل برونو وتيليمانز في نفس المركز وهتلعب بستة واحد او دستروير واحد في نص الملعب، رغم ان انت ما جبتش اصلا دستروير صريح، انت لسه بتفكر كونيه. كونيه. مم. فانت يعني انا مش قادر افهم انت كيونايتد ما عندكش دكه الى الان. انا النهارده شفت الماتش، انت عندك لعيبه صغيره بتلعب حلو لدرجه ان يورو كان بيلعب النهارده باك رايت، ويوم ما انت فكرت تجيب باك ليفت رحت جبت بتاع توتنهام اللاعب اللي عمره 18 سنه تقريبا، مواليد 2008، اسمه تيان تومسون، لعيب مم. عنده 18 سنه باك ليفت، مع انك انت كنت بتتكلم في بدايه الموسم ان انت هتجيب هال هو كان من بيلعب مزراوي باك ليفت. يعني. بص يا جماعه مع احترامي، اللعيبه في المنتخبات حاجه واللعيبه في الدوري حاجه. احنا شفنا مزراوي على مستوى الدوري الانجليزي ما قدمش حاجه، دالوت تايه، دالوت بيبقى نازل الملعب شارب مخدرات، مم. هو مش معايا اصلا. لوك شو شد في الخلفيه من كبرها. خلاص هي يعني اصلا. انا هو شو انا اصلا مبطل بقاله 4 سنين اساسا. يعني انت فاهم، انا مش فاهم. طيب انت كاسيميرو اللي انا كنت بهاجمه وبقول كاسيميرو جيب مبلغ كبير، طب كاسيميرو مشي، مين هيلعب مكان كاسيميرو؟ كاسيميرو كان عامل معايا موسم السنه اللي فاتت موسم اسطوري. هو مش قادر يديك اكتر من يعني كده. بالظبط على مستوى الهجوم انت ما ضفتش، على مستوى الهجوم انت لسه لحد دلوقتي المهاجم بتاعك زيكرز فنان علي ربيع، زيرك. ساب مسرح مصر و ليه وعندك شغال الواد مهاجم. شيشكو موسيسكو. شيشكو مم. وكونر وفي هويلاند ومبويمو. كمان.
لا وهويلاند هويلاند مشي خلاص خلاص انتقال مش ما نهائي. رجع نهائي راح طبعا نابولي. الله مع يسهل لكم يا عودة عم. الجلايدادور راشفورد لنادي اليونايتد اه بعد صفقة طرده من دي نادي برشلونة. انت الصفقة فاهم؟ دي هو النهارده لعب كرة حلوة، انا شفت الماتش لعب كرة حلوة. الاتليتيكو كان بيلعب ماتش بجد، بيلعب بكامل عدده، بيلعب الكرة بتاعت اتلتيكو الرخمة. انت واقف في الملعب وبتلعب نفس اللعب اللي انت كنت بتلعبه، اللي كان مميز بيه كاريك، اللي هو بينقل كوره كويس، بيخلي اللعيبه تلعب اساسيات الكوره، اللي انا بلعب باص صح وبفتح واستلم الباص هو بتاعي. فاهم النادي كمان، هو عارف بالظبط. النادي بيتدار ازاي بز... واللعبة دي بالظبط. تديرها ازاي. الراجل بس برضو انت ما كباتن عندكش الفريق. الفرصه بس انت ما عندكش الفرصه بتاعت السنه اللي فاتت ان انت بتشارك في بطوله واحده، انت بتلعب على مستوى الشامبيون، ومش هينفع تخش الشامبيون ليج تقول انا عادي انا هخسر واطلع. على الاقل هتنافس في الادوار الاولانيه، مم. يعني هتوصل 16 على الاقل. انت مطالب بده خاصه بالنظام الجديد، انت فاهم؟ فانت هيبقى هل عليك بقى ارهاق هل انت بقى وهيبقى باللعيبة عندك دي اصابات، فانت ما ما عندكش بدايل، فانت فين بقى؟ هل بقى باللعيبة دي هتعرف بقى تنافس في الدوري وتنافس في الشامبيونز؟ اللي انا استغربته ان انت جبت 2 حراس مرمى ليمنز، جبت بتاع ليدز وجبت واحد كمان. ده باك اب يعني في النهايه، مش اساسي. بالظبط حلو مش ماشي، اساسي. انا معاك ماشي، ورحت جبت من تشيلسي سانتوس دي غريبه جدا يعني، ده اكتر جدا. صفقه مستغرب لها. و... هو و... مركزه و... 8 بوكس تو بوكس او بوكس كراشر بالظبط يعني، حاجه زي. نفس ماينو. لا وكمان هو نفس ماينو متقدم عن ماينو شويه. انت عندك مشكله في نص الملعب اللي هو الشخص اللي زي كازيميرو، فانت بالظبط، رحت انت ما تحل عندكش مشكله دستروير، برونو. ما عندكش بالظبط. اه دستروير، فانت فين بقى؟ جماعه مين اللي هيلعب الحته دي؟ مين اللي هيلعب الحته اللي هي بتاعت كاسيميرو؟ مين؟ طب انت قلت ان انت ممكن تخلص في تشاوميني، بس ما خلصتش تشاوميني جد. لا الحمد لله انه ما خلصش. تيجي هو على مستوى قدام. الهجوم، لو كونا اتصاب او الكاميروني مويمو ده اتصاب، تهت على مستوى الجناح. مين بدايلهم؟ قول لي كده. بس راشفورد. بس ما هل ما فيش صفقات تاني بيفكروا فيها؟ يعني هم خلاص هيبتدي الموسم كده. الكلام اللي طالع ان انت رايح لواتكنز. ده واتكنز ده هيطلب فلوس قد كده، هو اصلا مشطب اساسا. روح على ده المستوى أرسنال. التاني. روح على المستوى التاني، شوف برونو جرامريش راح فين. ارسنال صح؟ هي عامة بس مانشستر صفقة حلوة. بصراحه يعني هي دي. لا لا بقى خلاها مش في عادي، مانشستر يعني هتضيف مانشستر. هتضيف 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 لخط النص برضو في ارسنال. طبعا مع رايس يعني على الاقل ايوه واحد كوير والتاني دستروير يعتبر. بالظبط، فانت انت ما فكرتش. طب عندك بلابه بتاع بريتون بيلعب السته دي وكورته حلوه وبيعرف يطلع بالكوره وهو افريقي بس مش هياكل ما معاك، وبرضه ما آه نقي صفقة تشيل معاك في الموسم، لكن ده ما هيبقى ينفعش. باك اب برضه زي ما صابر كان بيقول على الحراس ما هو خصوصا هيبقى. ان بليبه ده اصلا هيجي لك في شهر في اول السنه، هتبقى انت مضغوط معاك بتاع حسبه 20 ماتش 20 10 ماتشات، مم. مش هيبقى موجود معاك فيه. يقول لك بس السلام عليكم انا معايا كاس بالظبط افريقيا. صح. صح. المشكله لا اصلا ان طبعا انت بقى لو جيت تبص لو جيت تبص اليونايتد هتلاقي فيه حوالي 5 6 لعيبه في افريقيا. هل ريال هل هل مثلا ممكن نشوف دورجو موظف في نص الملعب؟ دي هتبقى مم. صعبه قوي يعني. انا دورجو والله شايفه خلينا في مركز نتكلم الباك جد ليفت. بصراحه. انا اقول لك حاجه، اللي بيعمله اليونايتد ده اسمه يعني ايه؟ لا تخليص حق، اللي هو يا رجاله انتوا عايزين صفقات، ادي الصفقات. انا مم. عندي دلوقتي نص الملعب ده السنه دي من اكتر السنين اللي نص الملعب فيها تنوع ولاعيبه كتير يعني. بس في اليكس سكوت، في واركون، في الواد بتاع اللي راح اسمه ايه ده اللي راح السيتي، وفي برونو جيماري. انت درس. سبت كل دول واحد تجيب اندري سانتوس؟ انت بتهرج. مم. وتيليمنز وواحد بيموت والتاني ميت اصلا. اه بالظبط، مع ان جماهير فانا اليونايتد مستغرب ده. فرحانه بتيليمنز. انا راجل من جماهير اليونايتد، بس انا مش فرحان بتيليمنز. انا كنت هفرح بيك لو انت جيت لي انت ايام ما انت كلهم في كنت نفس لسه بتبتدي المركز. كوره، لا ولما انت كنت انا ايوه عايزك وانت انت صغير. جايب انت كله اصلا اللي تمانيات. اخترت استون فيلا. انت النص الملعب كله تمانيات خلاص كده هترص الثلاث تمانيات ده بتوعك. كده هيبقى ده كده بتلعب ضمن ما بتلعبش كوره. فهو لا هو مش كده اللي اليونايتد عاملاه ده مش حاجه تودي لقدام يعني. هو بالظبط. طب تمام ده اللي احنا بتكلم هنبقى في فيه. الزوم بتاع الخامس السادس، لكن مش هنطلع لقدام. لو وكارك خطفنا في توب نص فور زي الموسم. السنة اللي فاتت. بالظبط اه كده، مم. انا ده اللي انا لكن هو شايفه مش بينقل اليونايتد يعني. قدام. يعني هو انا بص كده انا بعد 4 سنين هكون فين؟ هكون بشيل المدرب واجيب المدرب الجديد اللي هنقولنا النقله النوعيه دي. بالظبط. ما مم. انا لا نفس شايف ان هي ماشيه كده بقى، يعني احنا بنخش في نفس اللوب دي ما بتخلصش في اليونايتد، وده سبب ضيعان اليونايتد ان صح. انت فقدت الهويه بتاعتها. ده حقيقي. طيب نسيب بقى الدوري الانجليزي مم. بالتخبيط اللي فيه،
وهنرجع له كده عايزين كده. نتكلم شويه عن هال سيتي. احنا هنعمل فقره، هنعمل بودكاست خاص بهال سيتي. لا جايبين مهاجم جديد اسمه محمد ناجي جده تحفه اوه، يعني. ده اه ده ده ده, انت ده احنا لسه انت في انت رجعنا انت راجع بالزمن راجع ورا انت راجع 12 سنة لورا. نروح نمور. بقى لبرشلونة وريال مدريد، مورينيو والصفقات الغريبة اللي حصلت في ريال مدريد، وأشاعة ان فينيسيوس ماشي، وان اللي بيأكد الأشاعة ان فينيسيوس ماشي ان انت بتروح تجيب دويا مندي اللي بيلعب يمين وشمال، يعني بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال. اهم صفقة الريال دي. يعني مع ان انا شايفها صفقة عادية. يعني ده بالنسبة لي اوليسي دي اهم صفقة. اوليسي لو صفقة اوليسي كانت تبقى احسن بكتير والله يعني ديوبندي من ده رأيي. هيشوف هيعمل ايه في الدوري الواد ده. طيب حلو. هل مورينيو من ناحية قادر على ان هو يظبط اوضه اللبس؟ انا متأكد مليون في المية ان هو يظبط اوضه طبعا اللبس طبعا بالناس اللي بتنظف اوضه اللبس، طبعا. يعني ده مفروغ منه. هل بقى مورينيو هيقدر يجيب شامبيونز ليج لريال مدريد بالسكواد اللي معاه؟ هو لسه. خليني اسمح لي بالكلام عن الريال ده بس معلش هنا، هل انت مطلوب تجيب تشامبيونز ليج؟ لا. يعني شوف انت اول الموسم انت مطلوب ريال منك مدريد ايه؟ ريال مدريد اه ريال مدريد جماهير ريال مدريد، انت راجل بتشجع الاهلي صح؟ والراجل ده بيشجع الاهلي اه وانا بشجع الاهلي. هل مطلوب الاهلي يجيب افريقيا؟ لا طبعا، ده كل ايوه ثانية مش ده. كل سنة. ما بس هو فانت افريقيا كلهم مطلوب منك شامبيونز. ما هي هنا في مقارنه فيها يعني نسبه من اللي هو ايه، في مشكله ان هي افريقيا كلها اوضه عقلية وصاله عقلية يعني. م- عقل- عقلية عقلية مشجع ريال مدريد كده، هو ما هو مش شايف حد في اوروبا. هتيجي ما تقنع عشان بتاع كده ريال ما مدريد حدش. ده يقول لك يا باشا انا مين؟ يبقى انا معاه تمام ماشي فعلا، ما تشوفش حد في اوروبا وانت اجمد نادي في الكوكب تمام. احنا بنتكلم هنا في المنطق. انت دلوقتي السنه اللي فاتت انت بالعافيه شغال تكمل ماتشاتك اصلا، ماشي. لعيبتك كل بيقابلوا بعض بيدوا بعض بالاقلام. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز تظبط اوضه اللبس؟ بعد اوضه اللبس عايز اللي هو تعمل لك استريك ماتشات، عايز تحاول تجيب الدوري لما تلاقي الدنيا ماشيه معاك. خلاص دوري الابطال اصلا فيه 8 ماتشات قبل ما ندخل في الجد، وبعد ال 8 ماتشات دول هتلعب برضه مع فرقه من عيانين المشكلة ان اوروبا هو يعني معاك 10 ان ماتشات. هو السنة اللي فاتت كان ملحق، هو مضيع في الماتشات اللي هي اي كلام، يعني انت ما متخيل؟ عادي، هو باريس كان ملحق برضه في السنتين اللي فاتوا كان ملحق واخدهم في المرتين طبعا. ده يعني حاجه على فكره، يعني احنا هنا بس نوجه كلمه لمشجعين ارسنال ان مش لازم تطلع الاول عشان تاخد البطوله، ممكن تطلع الاخير وتاخد البطوله. عادي يعني. مش لازم ممكن تطلع مش مركز لازم تاسع تضيع وتاخد وقت. البطولة عادي، احنا عملناها قبل كده. لا 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 لا، انا ارسنال ممكن تاخد البطولة لو الماتش بينتهي عند الدقيقة 65. او بنلعب الماتش ركنيات. شوف انت عايز ايه من الموسم، امشي الموسم متدرج معاك يا عم. هات اول 5 ماتشات بعد كده ابدا ابني وفكر قول انا هعمل كذا وكذا، لكن مش من اول الموسم احنا طب داخلين ناخد انتوا دوري. بس انا شايفين؟ مش شايف اللي هم اللي مورينيو متقال له ان انت تجيب ابطال اول سنة. انا مش ماشي. طب حاسه هيتقال ده. انتوا شايفين امبابي هيلعب مهاجم، ولا لو مشي لا يلعب مهاجم خلاص. هو لو مبابي مشي اتحصر خلاص فينيسيوس في المركز هيروح ده. لا للجناح؟ لا لا خلاص، هو مبابي اتحصر في مركز المهاجم خلاص. حتى في المنتخب بيلعب مهاجم فخلاص يعني. طب هل مورينيو هيلعب الكرة المعتادة بتاعته، ولا هيضغط ويهاجم ليه؟ ما هو ما ازيد لعبش من الكرة الاول؟ المعتادة بتاعته مع مدريد قبل كده. هل تتوقع ان ماتش فليك ومورينيو هينتهي بنتيجة كبيرة لريال مدريد؟ على حسب. ده هينتهي لبرشلونه بنتيجه كبيره. راجل فليك احنا عارفين ان هو متهور هجوميا، ومورينيو من احسن الناس اللي بتعمل تحولات، هو مدرب ما تحولات ده بقى اصلا. هيبان بقى من الموسم. ما انت ما شفتش لسه الموسم الفرقتين بادئين ازاي. على حسب. طيب تقييمك لصفقات ريال مدريد كده، نقولها سريعا وكل واحد يقيم. ديمفريز على مستوى الجناح اليمين في ظل وجود ارنولد، ما هي دي تقييمكم غريبة للصفقة؟ بالنسبة لي بصراحة. غريبة بالنسبة لي. بس انت لو عايز تعمل تدعيم زيادة يعني عشان يعني يبقى عندك 2 لعيبة في مركز واحد ماشي. لو انت شايف ارنولد بيتصاب كتير ماشي، لو انت شايفها كده. يعني تقييمك للصفقة؟ لا صفقة دمفريس كويسة، دفاعيا صفقة. كويس جدا طبعا. هو بيتكلم على انت عايز باك رايت دفاعي. دمفريس هو مفيش حد باك رايت دفاعي اصلا زيه. كابتن سوبر. يبقى 7 من 10 8 من 10، مش اكتر من كده. لا هو خارق ولا هو ضايع. بالظبط. متوسط يعني. طب صفقة اه كوناتي اللي كان بيحلم بيها ريال مدريد بقاله فترة كبيرة ولسه بيحلم بيه بيحلم على ايه؟ انا بصفقة مش فاهم. كمان. صفقة كمان هو بيحلم بيها جنب كوناتي، عايز يعملها، اللي هي سليبة من أرسنال. ف دي هتبقى صفقة بقى. اه دي ساعتها تبقى طيب صفقة. تقييمك لصفقة كوناتي في ظل بيتان ميليتاو في المستشفى دائما، ووجود بس الألماني على فترات. انا نفسي اشوف الثنائيه دي تلعب مع بعض. ياه كوميديا بالنسبه لي. ثنائيه روديجر وكوناتي دي. دول لو لعبوا اقسم بالله الاثنين كوميديا. الاثنين النقل التقيل والله ده العظيم انت شايفه كوميديا. ابو عاملين ازاي؟
كوناتي انا بالنسبه لي مش اكتر من 2/10 يعني. حاجه ده مش صعبه انت يعني. انت انت شايف ان هو مش هيفيد ريال ده مدريد كان خالص عامل يعني. كوارث في هو ليفربول، خدوه هم يزود. جايبينه عشان ببلاش بس مش اكتر يعني هو لو كان صفقة بيدفع فيه 5 مليون ما كانش جابوه. صفقة كوكوريلا دي او صفقه كوكوريا. حلوه، وصفقه حلوه جدا، طبعا مش هينفعهم عشان جدا. انتوا 10 من 10. تشلساوية هينفعهم جدا. طبلوا يعني 10 لا من لا 10. لا لا، انا كده كده مش هطبل طبعا. كوكوريلا، كده كده هطبل له طبعا. هذا هو الطبيعي ان احنا نشتمه يعني، طبيعي في وقت زي كده هو سابنا ومش ان احنا نشتمه، ما لكن انا بصراحه زعلان، انا زعلان عليه. طب انا اداك صفقة حاجه مهمه ثانيه قول. قبل ما نعدي كوكوريا. ليه كوكوريا ده هو الحاجه اللي بيحبها مورينيو، دي هو حقيقة. ازفيليكويتا، صح. هو صح. ايفانوفيتش، هو الحاجه اللي بيعشقها مورينيو، فده هيسمع مع كلامه، مورينيو هيعمل له اللي هو عايزه 10 من 10 يعني. ده اللي هيجيب الجون في الماتش اللي هيخسره 6-1 مثلا. مثلا صح والله، والله صح. صح والله، هو مورينيو ليه طيب لعيبه كده تبقى هي الجندي بتاعه في الملعب. طيب صفقة برونو سيلفا، صفقة انتقال حر بعد ما خلص عقده لريال مدريد، وبرناردو سيلفا قصدي، معلش. برناردو. والله انا بالنسبه لي يعني برضه 7-8 يعني مفيد يعني مش هيكون. انا مستغرب مش الصفقة دي هي بصراحة هي يعني. على فكره هينفعهم اكتر في الدوري الاسباني عكس الدوري الانجليزي. خلي بالك الدوري الانجليزي برضو مش زي الاسباني معدلات الجري اعلى بالظبط. هينفعهم في ماتشات معينه، بس هو صفقة مش هيبقى رودري اساسي. لو تمت. ريال مدريد ده ابطال من 10 الاخر. من 10 10 من 10 ابطال 10 ابطال من السنه دي خلاص. هحبسهم بالعشرة. رودري في ريال مدريد، ريال مدريد هتاخد كل حاجه. صفقة ديوميندي من وجهة نظر كل واحد. مليون من 10 بالنسبه لي أنا. -3. والله اتفق معاك. انا اقسم بالنسبه بالله والله والله بالنسبه لي العظيم الراجل، اتفق معاك. انا بالنسبه لي الراجل راجل ده راجل راجل ما قدمش حاجة على مستوى كأس العالم. هتشوف هيعمل ايه ما تمشي حاجه عموما. هو احنا هي الفكره ان هو فعلا ما ده لاعب احنا ما شفناهوش وبيلعب في لايبزيج. ومين يعني انا اقول لك اخر صفقات كبيره طلعت من لايبزيج: نكونكو لتشيلسي، فيرنر اه لتشيلسي، ولا اللي راح اسمه ايه نابي كيتا. النبي جيت يعني لا ليفربول. اشتغل والله. في حد والله انا نسيته فجاه ضل من على دماغي اولمو لبرشلونه. بس ده حلو. يعني اللي هي بس لعيبه يعني. دي صفقة بس كويسة اولمو اولمو حلو، بصراحة يعني. اولمو حلو لا لا جدا. لا يا يعني عم اولمو حلو جدا مش بصراحه. خارق. مش برشلونه لا كان لا، مش عايزه في الوقت خارق، ده. مش خارق، لا بس طب بس نيجي حلو. نيجي بقى لبرشلونة، صفقات برشلونة هم عملوا احسن صفقه. انا هنا يعني استدراك. هم عملوا صفقه واحده ممتازه وهي ال- ان هم اشتروا حمزه عبد الكريم. دي حقيقة. بس طب جوردون مكان راشفورد. زيد من عبيد ما فرقتش كتير. صح، انا بقول كده الاتنين شبه بعض. طب فرقتش كريم كتير. اديمي. ممكن يا طب ممكن هبقى بالنسبة لي برضو كريم 7 من 10 مش أكتر من كده. نعم ينفعنا. مم. فران ينفعنا توريس بنسبة كبيرة ماشي، ممكن بقيمة 60 مليون ل ده 50 هي دي مليون. المغفل اللي الصفقات. هيدفع في هي الرقم دي ده. الصفقات. المغفل اللي طالبه وده اللي ده مين مجنني. هيدفع في الرقم ده؟ اسمه ايه ده، مدرب باريس سان جيرمان طالبه بالاسم يعني. بالاسم. بالاسم. لا ما دام طالبه يبقى هياخده وهيخلي قيمته 200 مليون. هو انريكي استثمار. بيعرف الناس دي. استثمار. يعني انريكي فعلا طالبه بالاسم، خاصة بعد مشيان راموس ما هي نفس الفكرة، ما هما الاتنين واحد، نفس راموس الفكرة. مشيان لا راموس لاي سي لا ميلان ب 70 مليون يعني، انت فاهم. لا راموس، بس انا اشوف راموس تارجت اكتر من فيران توريس. يعني فيران توريس انت هو انت هيدخل لو هيبقى بالظبط، انا لو عامل فريق وتقول لي فران توريس ولا راموس، انا اقول لك انا هاخد راموس. راموس فعلا، راموس برضه. يعتبر تارجت مان فعلا، صح. هو طيب بس هو لباريس ينفع فيران توريس اكتر حتى لو فيران توريس اداؤه يعني عشان هما مش احسن ما حاجه. بيلعبوش بسترايكر ثابت في باريس، كله اه بيدور، الثلاثي اللي قدام ده بيدور. تفتكروا بالظبط. حمزة هيكون ليه دور، خاصة بعد التألق في الماتش اللي هو الودي اللي حصل دوت مع اتمنى بصراحه، برمنجهام؟ يعني في ظل هم ما هل عندهمش هيبقى مهاجمين اصلا. هل هيبقى حق مع فرصة إن فران توريس يمشي؟ هل يبقى حمزة المهاجم رقم 2 على الأقل بعد قدوم مهاجم، حتى لو جابوا مهاجم وليكن ألفاريز؟ ان شاء بس أنا ما الله. أتوقعش إن ألفاريز لا لا، هيطلع. مش اتلتيكو مش هيطلعوا، اه انا نتوقع اتمنى. حمزه. اتمنى وان شاء الله ربنا يكرمه، وان شاء الله انا شايف يعني من اللي شايفه من كلام فليك عليه، سيبك من الملعب، الراجل طب مقتنع بيه جدا وحاسس هيطلع منه حاجه. كلمة من كل واحد للإعلامي مهيب عبد الهادي اللي كان بيقول لك حمزة بيلعب في رديف
يا مين؟ عم يا عم برشلونه. انا يعني انا اضيع وقت من البودكاست اتكلم على اعلاميين في مصر ليه اصلا؟ ليه؟ مين هو ده؟ ليه اضيع وقت اصلا في الناس تضيع وقت ان اتكلم على حد ما الناس المفروض بتتكلم في الكوره الراجل المفروض قال لك يعني. بيلعب في فريق اسمه برشلونه اتلتيك، ولو قابل ام لا بي هو هيكسبه في عادي يعني. ثلاثيه كده في الاعلام عندنا صعبه قوي، ويعني اتمنى تنتهي بجد، عشان لو احنا بنبص لقدام في مستقبل الكوره يعني ننهي هذه الثلاثيه، عشان الثلاثيه دي بتنزل كل ما نطلع احنا انا لفوق بتشوطنا لتحت تاني، فيا ريت يعني انا ننهي. بصراحه شايف الولد مجتهد جدا، واللي جدا شاف الماتش طبعا. هيشوف هو اتطور بدنيا قد ايه وبيضغط ازاي من قدام الكوره. الجون التاني يبان ان هو سهل، توقع بس الراجل متوقع الكوره توقع هتقع الكرة من ايد بالظبط، الحارس، ما دي مش اي مهاجم كده يا جماعه وداخل والله. شايط موجه، اه مش مجرد ان هو لا شايط بس، ولامس لا ده لمسه موجه وحاطط الكوره في سقف الجول. ف ولامسها وفي ثانيه لامم نفسه عشان ما يتصابش. لا ما شاء فانت الله بصراحه ما شاء الله. لو راجل في العمر ده عندك 18 سنة وبتلعب، عارف ان هانزي فليك بره على الخط وبيلعبك عشان يقيمك، اه فانت بص، مليون في المية انت مش هتقدم مستواك وهو مبسوط 100%. وشايف وبيقول لك شايف انا شايف اللي فيه، هو فيه بوتنشال وهيطلع منه حاجه احسن من كده، فدي حاجه كبيره بالظبط. جدا. وكمدرب زي فليك الراجل ده بيقول لو كده يعني. اتمرن الراجل ده لو اتمرن مع الفريق الاول لمدة سنة وشارك دقايق بسيطة جدا واتطور بدنيا واتطور في منظومة فليك، انا شايف ان هو يبقى مهاجم مرعب. طبعا انا شايف ان مستقبل ليه، هو مستقبل الكره المصريه كلها. يعني انت فاهمني. لو نفتكر كده التحول اللي حصل في لعيبه باير بيونخ مع هانز فليك جسمانيا قبل ما يبقى صح. تكتيكيا وبدنيا، جورديسكا كان مدرب جيم، ما كانش راجل نص هو ملعب. الالمان عامه بيعتمدوا على البدني اكتر حاجه. انا اضيف حاجه بس بسيطه، يعني هو ان حد لاعب يعني عنده 18 سنه يروح يبدا حياته في برشلونه، ده لو قضى الموسم كله قاعد بس بيتدرب زي ما انت قلت صح. يا شيرين، هو بيتدرب في بس هو تاريخ مش مصر يا كابتن صبري عمرها ما حصلت، يعني في تاريخ مصر عمرها ما في لاعب طلع في سن صغير لنادي كبير. صح. يعني ما احنا دايما بنطلع مثلا، يعني نطلع سيون السويسري، نطلع لا سيون ده كان راجل عجوز اللي طلع، انت مش فاهم واحد. ده كان اسمه ايه كان راجل راجل ده؟ كبير. كبير على نادي صغير. بالظبط العكس. صح ايوه. لا احنا كان ميدو طلع واحمد صلاح حسني طلعوا هم ولا صغيرين، انت بس فاهم طلعوا انديه قصدي. صغيره يعني. بالظبط، حتى محمد صلاح لما طلع برضه طلع على بازل نادي، يعني انت بازل السويسري على نادي صغير، وكان كهربا اه معاه وكان مع حمودي والناس دي احنا ما كلها. كناش لسه انت ما فاهم، كانش حد، عمرنا كنا ما بناخدها خطوه خطوه، لكن هو اللي هو يبقى عمرنا اول حياته في بالظبط. برشلونه دي، فدي بصراحه هتضيف ليه. فالراجل ده لو نجح هيفتح للعيبه كتير طبعا تحط عليه العين. وعلى فكره طبعا. السبب ان يتفتح عين على اللعيبه المصريه هو محمد صلاح، وبعديه لا مرموش. وغير يعني كده كمان نجاح انت مرموش مع كمان ما تنساش السيتي ان انت ومع كمان هيثم حسن فتح عين على لعيبه كتير مصريين عايشين بره، بس ما حدش يعرف عنهم حاجه. بالظبط ماشي بقى. هيثم حسن نفسه ليفربول عينيها اتفتحت عليه من كاس وكنت العالم انت لما الناس تقدم في دي كاس العالم. بتتفاجئ ان الناس دي كانت مصريه وبيلعبوا في منتخبات تانية. وانا شايف ان احنا نطلع لاعيبتنا صغيره احسن بكتير، بس تطلع طبعا صح. طبعا. يعني احنا عندنا مشكله في اللعيبه بتاعتنا، ان انا عايز اطلع احترف بلا هدف. يعني عشان انا مجرد بحترف احترف، وخلاص. ما انا ما أنا ممكن اروح بكملش. الدوري الهلولولو، هلعب في فرقه بس انا مسمي نفسي محترف، بس انت مش محترف اصلا. ده فرقه مش موجوده يا ابني. ما هو ده انت بقى بتلعب بيبقى فين؟ بيبص لها للماده مش فنيا خالص يعني. انا عايز اقول لك حاجه كمان، اللاعب المصري ما عندوش اصلا عقليه الاحتراف. لا بتجيب يا واحد يا زي جماعه يعني امام او زي ميدو، بالظبط. انت اه انت هتجيب، انت انت هتجيبه كده هيقول لك يا عم انا قاعد، انا ايه اللي يخليني امشي في في بالظبط، ما حدش مدينه زي بيسالني، ما عادش بازل او في يعرفني. انت متخيل ان حمزه اه انا متعلم اسباني لانه هو عنده قناعه ان هو هيحترف في اسبانيا؟ هو ما شاء الله، يا ساتر. هو ما شاء الله حمزه باين عليه متعلم ابن ناس يعني، راجل بصراحه. يعني انت متخيل؟ طب ما طاهر يا جماعه متعلم فرنسي، ما يحترف بقى يروح فرنسا ويريحنا بقى. هو تصدق تعرف بقى ان ظاهر كان محترف في فرنسا فعلا، انا في عارف الارسنال ده. الفرنسي. كملش ليه؟ كان طالع هو وشويه زي دفعه كده كانوا طالعين من المقاولين بيحترفوا ايوه زي ايوه. معايشه بره. اه هو راح مولين هناك بدل ما طلع يتعلم كوره راح تعلم يتعلم فرنساوي. فرنساوي. اه اتعلم فرنساوي، شغال مترجم دلوقتي. الراجل مصاب 12 يوم، يعني مم. انت قبل الموسم ما يبدأ الراجل مصاب. يعني ايه 12 يوم؟ انا دي اه عايز افهمها، لا مش عارف يعني ايه يعني. 12؟ ما تقول اسبوعين او قول بالظبط 10 صح، ايام. 12 يوم لا يعني 12. اشمعنى 12 يوم؟ هم حددوا كده، الطبيب قال لك ايوه 12 يوم اشمعنى ب اصابه. 12 يعني؟ يقولوا اسبوعين صح، ما 12 آه، اسبوعين يعني ما هي مشكله يعني. نيجي كده بس ايه سريعا، يعني عندما احنا فتحنا سيره الاهلي طبعا بعد الموسم الكارثي اللي حصل السنه اللي فاتت مم. والاداء الاسوأ
والعقاب اللي هم كانوا يستاهلوه ان هم ما ياخدوش افريقيا ولا ياخدوا اي حاجه ولا يطلعوا والله احنا اللي اي تعاقدنا حاجه. ده والله. احنا اللي اتعاقدنا والله تعاقد احنا ايه اللي ناس تعاقدنا. ناس بتصيف واخده قبضها زي الفل. انتوا شايفين الاهلي الموسم الجاي مع عموته اللي امم هو يعتبر شخصيه اللي كانت ناقصه اي حد يجي الاهلي، ان مفيش مدرب اصلا جالك شخصيه تعرف تمشي اوضه اللبس اصلا، ولا تمشي اللعيبه دي، ولا كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه. تفتكر عموته هينجح مع الاهلي؟ ان شاء الله. انا شايف انا اصلا إن بصراحه. انت بتحط الزون اللي هو ان احنا ما ينفعش نفشل، هو بالظبط. مش هننجح، احنا ما ينفعش اصلا نفشل بس. طب انتوا شايفين عملية التطهير اللي بتحصل دلوقتي في النادي الأهلي، في لعيبة كتير مشيت اتفلترت والكلام ده كله، شايفينها صح ولا كان اللعيبة دي محتاجة ان هي تاخد فرصة تانية؟ لا هو يعني المفروض آخرهم الفلتره محمد دي اصلا علي، من 6 سنين، بس انت محمد علي بن رمضان تاخدها واحده مثلا واحده. آخر لا اللعيبة لا الراحلين. هو لعيبه ولاعيبه يعني. من رمضان انا بصراحه ما شايف ان هو نتاج الموسم الفاشل، يعني مش أنا مش شايف هو ان هو مستواه. سيء اتظلم. يعني. أنا مش شايف ان هو مستواه. اتظلم، ما خدش فرصته. لا وانت الفرقه كلها وحشه، فانت اي واحد كان نجم هيبان برضو وحش ايا كان بقى. انت ده الراجل ده ايه؟ انت طب الفرقه كلها بايظه. هل عجبك صفقات النادي الأهلي السنة دي عن صفقات الموسم اللي فات؟ انت جبت إن لا المركز اللي انت ناقص، بس انت برضه لسه برضه ما حلتش نفس الازمه بتاعتك بتاعت كل سنه. انت بتدعم يعني هو ما- في بقرار. الخطين اللي قدام وسايب اهم خط ورا اللي هو اصلا بيضيع منك بطولات قد كده. في مدافع يا مين؟ فلسطيني، يا مدافع لا فنانت احنا مش الفرنسي جاي ليبي مع مصراتي. بنعم، في حد مع بنعم تاني عربي. نانت مش نيس، اه نانت بتاع مصطفى محمد لا الهارب. ما انا معلش، ما أنا مش هجيب واحد استغل صفقه لعيب اجنبي واجيب واحد برضه ما انا ما اعرفش عنه حاجه ما يعني. انت هتجيبه مكان بالرمضان، قول ماشي ماشي هيفضي لك مكان. لا انا ما بتكلمش على مكان مين، انا اللي انا اصلا اجيب واحد اجنبي وانا ما اعرفش عنه حاجه اصلا ولا ما سمعت انت عنه قبل تجيب كده. مين ما انا مين لازم مين لازم مين حد في يجي يشيل لي. من مكانك ده يا كابتن شريف، انا من 2018 بما ان انا هنا قاعد يعني معاك وانا اقدر اتكلم، يمكن الكلمتين دول يوصلوا لحد بيفهم يعني في الاهلي او حد بيحب الاهلي. دلوقتي من 2018 انا بتابع كرة اللي هي بتاعت شمال افريقيا، مم. حلو، الجزائر ومغرب وتونس. جميل. انا شايف إن المواهب بتاخد في السنه ربع جنيه، نص جنيه، بيرضوا ايوه بالوجبتين ايوه، وخلاص مش صح بالنسبه اللي عندك ما فيش اصلا، صح. بالنسبه للي انت بتديه لا. يعني. ومواهب فعلا يعني، مش اللي هم ناس لا هي مواهب. مم. طب احنا ليه دلوقتي يعني جالك انت عندك خمس، تقدر تجيب خمس اجانب، فاهم؟ اه يعني انت بقوتك كاهلي بتقدر تفتح على العدد ده اكبر من كده. انا شايف ان احنا ليه زانقين نفسنا، انا ليه زانق نفسي باللاعب المصري يعني. ما طب اعرفش هو مع خلاص ما يعني. احترامي مع اعرفش. احترامي ليك بقى كابتن صابر، المشكله ان اسم الاهلي لما بيخش في صفقه انت بتسمع ارقام فلكيه على اي نادي لا دي يعني. حته، انت فاهم قصدي. على فكره ما انت شفت اللاعب اللي هو ما بن انت جديده ده، جبت بن جبت جديده جبت وبقرار ده، بكرار واحد اه. اه. باتنين ونص واحد بتلاته. بالنسبه لا لميزانيتك انت ده لا رقم، رقم في الوقت ده مش رقم طبعا. ده بالنسبه رقم. للي انت بتسمعه في الاهلي ده رقم. لا يعني بالعكس، من ده اللي معوداك بالعكس، ده عليه بالنسبه الاداره. اللي انا بسمعه من الاهلي في اخر كام سنه ده مش رقم طبعا. حلو ماشي، انا انا معاك. اقول بعد لك صفقه حاجه. تريزيجيه تقصد اه الارقام بتاعت صفقه تريزيجيه وزيزو وصفقه وامام وحسين عاشور. الشحات قبل كده بالظبط. مثلا 5 مليون، ماشي انا انا اقول معاك. لك حاجه، انت قارن دي. انا اقول لك حاجه دلوقتي، انت لو رحت مثلا عايزين مهاجم في اي، تقول لي امبي انا عايز اوفا مثلا، احمد امين اوفا، امبي هيطلب 70 100 مليون في احمد امين اوفا. بالظبط. طب ما هي 70 100 مليون دي يا كام؟ ابني، ما هو بيع لك اقطاي بكام؟ اقطاي يتوقع ب 50 مليون، فاهم؟ ومهاجم ما هي ال لسه 50 لعب مليون دي ما سنة 50 واحدة مليون دي دوري. ما دي يعني مليون مليون دولار. دولار. اه ما انا عارف المليون دولار. بالظبط، ما هو هي دي اللي بالظبط. احنا بس بنتكلم يعني فيها. ما طيب مش هو ما انت برضو لو حسبتها مش انا هتلاقيها بقول رقم لكم بالنسبه اللاعب للسوق. اللاعب اللي تستنوه الموسم الجاي من الصفقات اللي حصلت دي، وبكره تفتكروا كلامي، محمد عبد الله لاعب خط الوسط. بتاع ايه محمد انبي. عبد الله ده غير الجناح بتاعنا بتاع ولا ايه؟ انبي بتاع انبي لا بتاع انبي بتاع اه انبي طبعا اه طبعا. خط الوسط، اه هو عامه بيلعب اه. بيلعب 8. انا عايز اقول لكم ده من اهم الصفقات اللي حصل للاهلي، اهم وانا الصفقات. شايف منصف برضو هيقول. منصف بقرار. هو بقى هنا انت لو جيت بصيت واحد زي محمد بن رمضان ده، محمد علي بن رمضان، انت جايبه بكام؟ جايبه 3 مليون 3 دولار. اه. امم تقريبا يقارب تمام. ال 3 مليون حلو. ده خيش معاك في الموسم ده، ما كانش في مستوى الاهلي. هو يقدر يلعب للترجي، لا يقدر يلعب بس ما مش عارف، ما عرفش تمام اه. يتلاقي معاه. امم انت هتقدر تعمل ايه فيه؟ هتروح تجيب له عقد من هو اتباع من اصلا الخط. للشمال القطري متهيألي. هو ده شمال هل العرض انت القطري هتخسر؟ المتقدم اصلا من الشمال. 1.7 مليون. هل هتخسر فيه؟ لا مش هتخسر فيه، اللاعب لسه محتفظ بيه. هو ده المهم بالنسبه لي. امم لكن انت لما تروح تجيب لي اطلاي، لا انا يعني انا ما اعرفوش اصلا عشان احبه واكرهه، او تروح تجيب محمد عبد الله او
تروح تجيب بارقام كبيره، انت بعد كده هتعمل فيه ايه لما تلاقيه ما يقديش معاك؟ مش طبعا هتعرف احنا لينا تطلع. يعني في بص الاستاذ بص بص يا في كابتن اخرك العيش هتبقى والناس. فيه ماشي اعاره في الدوري ماشي، جميل جميل وتبيعه جميل. ببلاش في الاخر. بصوا يا جماعه برضو، عشان هما كان على مستوى انبي كان في حامد عبد الله وواحد اسمه محمد حامد على ما اعتقد، واقطاي ومحمد عبد الله. انت بتتكلم في 22 سنه و23 سنه. مم. فبالنسبه لمعدل الاعمار اللي انت جيت في مره واحده في الاهلي، خليت الاهلي معدل الاعمار فيه يقارب ال 30. دي كانت مشكله كبيره معاك السنه اللي فاتت. يعني انت مثلا لما كنا نبص للصفقات اللي عملها الاهلي، محمد علي بن رمضان كان اصغر صفقه، يعتبر 25 سنه. مم. طيب نيجي او 26 سنه، نيجي نبص بقى تريزيجيه كسر ال 30، زيزو خلاص. انت فاهم قصدي؟ عندك خط الدفاع كله بتاعك اللي هم الاساسيين، اللي انت كنت واحد بتقنعه ان هو يقعد مثلا وهو كان عايز فلوس اكتر وانت ما رضيتش تديله، اللي هو رامي ربيعه. كان برضو خلاص دي معدي كده ال 30. غلطه منك، بس كانت غلطه منك. ماشي. ياسر ابراهيم معدي ال 30، 35 او 34. محمد هاني اللي احنا لسه فاكرينه ناشئ 31. مم. فانت عملت ارقام في لعيبه، انت فاهم قصدي؟ بن شرقي معدي ال 30. فانت معدل الاعمار لما تيجي تبص، الشناوي ايام ما كان بيقف كاسر ال 30 بكتير. 9 لعيبه في الملعب كاسرين ال 30. ده كارثه يا جماعه. يعني انت المعدل البدني بتاعك صفر. انتوا عارفين الكلام دوت، غير اللعيب اللي عنده 20 سنه و21 سنه و22 سنه بيقدر يديك. فانت محتاج ان انت تنزل بمعدل ما انت بقى، الاعمار ما انت غصب نزلت عنك. بمعدل الاعمار بقى بالصفقات اللي انت جبتها من ام بي دي. هو ماشي، يقدر ما انا يديني بدني، ده بس هل هيقدر يديني فني؟ هي دي اللعيبه الفكره المفروض. بتلعب كوره كويس. بس محمد يعني مثلا عندك اخطاي مش هياخد فرصه قويه، تمام؟ وهو عارف ده، وهو قال لك حتى في تصريحه، قال لك انا هحارب ان انا هاخد فرصه. يعني الولد عارف ان هو مش سهل، وحلو ان هو مقتنع، يعني مش هيسبب لك ازمه. لان انت برضو انت جايب منصف بقرار، وجايب بن جديده. اتوقع بن جديده هو اللي هيلعب مهاجم صريح، وبقرار ممكن تلاقيه بياخد الجناح اليمين خلاص. كالمعتاد. مم. وبن شرقي بياخد الجناح الشمال. انت فاهم قصدي؟ وتحتهم هيبقى امام بس هل انت عاشور بقى الجناح اليمين ومحمد ده انت عبد عندك فيه الله 3 غيره؟ ومروان. ده ينفع؟ مين هو؟ انت الجناح. مين لا عندك لا، الثلاثه دلوقتي؟ ما مين عنديش عندك كده، ما الثلاثه؟ عنديش انت كده عندك يمين. انت عندك بقرار. ولو هتقول لي انت رتب، هقول لك بعده حسين الشحات، ده مش ترتيب. وبعده محمد عبد الله اللي هو الناشئ، اللي هو يعتبر ناشئ، اللي طب هو عنده 21 وزيزو سنه. وطاهر؟ لا، زيزو يا باشا وطاهر لما يجيبوا مستواهم يلعبوا، مع احترامي يعني. ماشي، انا ما بقولكش انت هتلعبهم، انا بقول لك هو طبيعي ان انت يبقى عندك كل الاسامي دي في مركز واحد. عشان نبقى متفقين مع بعض. زيزو في خطة الأهلي إن هو يمشي لو ما أثبتش يا نفسه عم الموسم. يمشي ولا يقعد، انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم على الكونسيبت دلوقتي بتاع الصفقات. انت دلوقتي بتجيب صفقات عشان تضيف للمراكز ناقصه عندك، ناقص حلو. عندك. انت دلوقتي حلو. بالمنظر دوت، هل طبيعي تجيب 3 4 لعيبه في نفس المركز؟ الطبيعي مش م... ليه؟ أنا كمدرب أنا مم. عايز 3 4 في نفس المركز، في مراكز الهجوم بالذات، مم. يقتلوا بعض منافسة عشان يطلع لي واحد كويس يلعب هو الأساسي. ماشي، بس مش مش شايف كده، ان مش في منافسه كده اصلا شيف. ماشي يا شيف، يعني. انت ما انت اللي بينافسوا دول مش عيال ناشئين، ماشي. أنت زيزو كان حسين الشحات قدامك المفروض كان ده واحد، كل قدامك واحد كان نجم قدامك يعني. بص، حسين الشحات دلوقتي ممكن يلعب حتت تانية غير الجناح اليمين. حسين الشحات ايه ممكن يروح لك على بالعكس، الجناح ده الشمال عادي جدا. هو انت هو فاهم؟ حسين حسين يلعبها. حسين يلعب تحت وحسين المهاجم بقى، في سنه ده ما يلعب انا تحت لسه المهاجم. كنت جاي لك امم. لسه كنت جاي لك حسين ممكن يلعب تحت المهاجم عادي جدا. امم. انت فاهم قصدي؟ فمش شرط. زيزو ممكن يتوظف زي ما كان بيتوظف 8 عادي جدا، مع ان انا شايف ده من ساعة ما زيزو نزل مركز 8 وزيزو ضاع. ليه؟ بالظبط. اللعيب لما بيغير مركزه بالظبط. بيفقد الاحساس بتاعه بالمركز. بالظبط. يعني انا دايما ببقى مسيستم نفسي، انا عارف ان انا هستلم على اللاين، هجري بطريقه معينه، من الزاويه المعينه هرفع او اكسر، بتبقى قراراتي ثابته. ايوه. لما اجي اخدك اقول لك لا، انت بدل ما هتلعب هنا على اللاين، انت هتخش بقى تلعب في نص الملعب. ونص الملعب ده توهه للناس اللي لعب الكوره في نص الملعب. انت بتبقى تايه، انت ما بتعرفش تغطي. يعني انت ما بالظبط، بتبقاش عارف تغطيتك ازاي غير لما انت بتغطي على الجناح. عشان انا انت عارف مش مثلا ان متعود على انا المكان ده اصلا. يعني مثلا لما انا بلعب جناح، انا ببقى عارف ان انا هزنق اللعيب ده في الخط، وانا اخد ظهري للملعب، فانا زنقك وانا في ميسي الخط، اصلا فانا لان انا بلعب عايز عليك. خط اصلا. بلعب عليك في الحته دي، غير لما انا وايوه، بلعب في مكان مفتوح، انا هنزل احلق بس او هجري، وانا هتبقى اصلا قراراتي كزيزو مختلفه. انا عايز خط اصلا، انا اصلا بالظبط. انت قوتي لعيب كلها على خط، انت الخط. انت 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 لعيب خط. فهو بالظبط. الراجل تاه بسبب تغيير المراكز والكلام ده كله. انا مم. معاك. انت ممكن تلاقي اصلا الراجل بيفاجئنا كلنا عموته، تلاقيه بيفاجئنا كلنا وبيلعب، بيغير خطة الاهلي كلها ويلعب 4-4-2. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني مم. انت ممكن تشوف ده، ممكن تلاقي بقرار ومن جديدة بيلعبوا جنب بعض 2 مهاجمين
عشان الراجل بنفسه هو اللي طلب كترة في المهاجمين والاجنحه. ادام انت طالب كترة في المركزين دول يبقى اكيد انت هتلعب بمركز على الاقل عندك 4 في الهجوم، يبقى في 4 في الملعب وفي بدلهم ناس بره. انت فاهم قصدي؟ تبديلات ماشي. وانا مع ان الاهلي يلعب 4-4-2 عشان الناس اللي بتعمل تكتلات قدامك. انت لازم تتعود ان انت تلعب 4-4-2 لان اختراق العمق بخطه ال 4-2-3-1 لما الناس بتعمل تكتل وانت بتحاول ان انت تخترق عن طريق العمق بيبقى صعب عليك مهاجم واحد وسط المجموعه دي، غير لما بتلعب باتنين مهاجمين وهتستقبل اوفرات، او مثلا يبقى عندك تنوع، واحد بيعرف يفنش واحد بيعرف بس ينزل انا يستلم ال1 3 اللي بتتعمل بين المهاجمين. فانا شايف ان انت لازم تبقى عندك جرأة هجومية اكتر. ماشي، انا ال انت 4-4-2 دي انا معاك فيها، تلعبها لما يكون بتلعب ماتشات في الدوري في فرق اللي هي بتقعد لك تركن لك الدنيا ورا دي وتلعب لك على المرتدات، تلعب ساعتها 4-4-2. ما لكن في ماتشات ما يعني ينفعش تلعب 4-4-2. حاجه من اللي اتسربت من تدريبات الراجل بيلعب على نص ملعب. ليه الراجل بيلعب على نص ملعب؟ لان هو لما جاب ماتشات الاهلي كلها لقى ان الاهلي اصلا بيلعب في نص ملعب الخصم. انت بتخسر عشان انت مش عارف تعمل الحلول اللي انت مطالب ان انت تعملها. يعني انت كام ماتش انت بتتخطف جون بس وانت مش عارف تهدف، رغم ان انت بتفتح لك فرص ان انت تهدف بس ما بتعرفش تهدف، والناس بتقعد تسحبك بليز. ان هي بتضيع وقت عليك. ما انت الموسم اللي فات انت ما كانش عندك مهاجم اصلا. انا مضطر ان انا انسحب لان انا مضطر ان انا انسحب. ليه طيب؟ انت خلاص انا فهمت الانسحاب. عنده تليفون مهم جدا، مع ومن هنا لا، مجلس مع الاداره. تليفون كابتن صابر لما الحكومة كلمته هننهي البودكاست على كده، ومش هنلاقي فرصة ننهي فيها البودكاست أسعد من كده. التليفون من مجلس الاداره. نشوف بقى إن شاء الله ممكن 3 أيام أو 4 أيام يحصل أي حاجة نقعد جديدة نطلع نظبطها مع بعض نتكلم باذن فيها الله. يلا سلام عليكم. يلا سلام يا رجاله. سلام يا السلام رجال. عليكم. سلام.